بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نديرو الصلصة تاع الطوماطيش ولا صلصة الطماطم. اولا سريعة يعني بالخف، والحاجة الثانية راح نديروها بالنكهة تاع الشليحة الجزائرية. الشليحة الجزائرية هي طوماطيش اللي نيبسوها في السمش في الصيف ونستعملوها في الشتاء. كانوا اجدادنا كانوا يستعملوها هدية زمان، وحتى لدوكاتي كاين اللي راهم داروها مشروع وباش يصدروها لاوروبا، خاطر في اوروبا هاد الطوماطيش هدية غاليه بالبزاف وهما كاين اللي يستعملوها بزاف. المهم واش عندي هنايا طوماطيش، يعني باينه الطوماطيش كامله، هي الاساس. هذه طوماطيش انايا نقيتها، غسلتها ونقيتها ونحيت لها الزريعه. اذا حبيتوا ديروها هكذاك يعني كنتم مزروبين وحبيتوا ديروها هكذاك، ديروها، بصح لازم من بعد كي ترحوا لازم تصفوها في الصفايه، لازم تصفوها في الصفايه على جال هذيك القشور وعلى جال هذيك الزريعه. عندي قلت الطوماطيش هي الاساس. عندي تاني حبه زروديه، هذه حبه زروديه نديروها باش تقل لنا اولا هذه وتزكيها تاني، وتاني تعطي لها توازن في هذيك القروسيه باش ما تكونش كاين قروسيه في هذه الصلصه. عندي هدايا الفلفل الاحمر، اللي عنده هكذا يحب يدير هكذا يعطي البنه، اللي ما عندهاش هكذايا ولا اللي ما عندوش هكذايا يدير الفلفل عكري ولا الحمار كما يقولوا في بعض المناطق. عندي تاني زوج بصلات، عندي سنينات تاع الثوم على حساب الكميه، تحبوا تكثروا تحبوا تقلوا. وعندي الشليحه، هي هذه الشليحه انا كنت خدمتها معاكم في القناه، طوماطيش يابسه بالملح في السمش، وبعد نخبوها في كاس ساشي برا، يعني ما نخافوا يروح نضو تفسد، ما نخافوا والو، هكذا تقعد يابسه. نحطوها هنايا. بطبيعه الحال تقدروا تحطوهم هكذا حبات عادي يعني، وتقدروا تقسموهم. هذايا انايا دايرتو في المجمد في الكونجيلاتور. عندي شويه تاع الملح، وعندي شويه تاع الهريسه. هذه الهريسه انا خدمتها في الدار، تحبوا ديروا الحار الخضر ديروا الخضر، تحبوا ديروا اليابس، المهم الحار اللي حبيتوا ديروه. هكذا نحطوها فوق النار وما نديرولهاش الماء تطيب، وكي طيب ارحوها، ما ديرولهاش النار قليله باش ما تطلقش الماء بزاف ومن بعد تقعدوا تستناوها حتى تنشف وباش ترحوها. لا ديروا النار متوسطه ولا شويه زايده على المتوسط باش تطيب وتنشف في نفس الوقت، وهكذايا ما تطولش يعني فوق النار. اذا خفتوا تتحرق لكم ديروا قيس نصف نيجل تاع الماء، ولا تعسوها بصح ما تديروا لهاش الماء. ساعه حركوها. حاجه برك اللي ما عندهاش هاد الطوماطيش هذه اليابسه ولا الشليحه بالقبيليه يسموها هكذايا، دير مغرفه تاع الطوماطيش تاع الباطا ولا مركز الطماطم في عوض هديه. انا ندير هديه، ما نشريش القوت تاع الطوماطيش تاع الباطا، على بها ندير هديه. المهم هديه مليح، ولا غير كان تخدموها مليح ولا غير تعاونكم بالبزاف. ما عندكمش ديروا الاخرى. شوفوا ما ديروا لا زيت لا والو. ها هي دوك شوفوا هاي بدات تطلق الماء، وتشوفوا هاوك الماء الزيت حتى كي نرحوها باش نديروا الزيت. هاي ديك شوفوا ها طلقت كاع الماء. ها هي تطلع واحد الريحه تقول راني طيبت تشكشوكه ولا غير ريحتها تشهي، يعني والو غير طوماطيش وكاع ماشي حاجه ماكله ولا بصح، ولا غير الريحه ديالها راهي تشهي بهذيك البصله ملاحظه برك انا زدت لها حبه هذاك الفلفل الاحمر، زدت لها وحده، حسيت الاخرى قليله زدت لها وحده. هاي ليك بعد ما رحيتها انا راح ندير لها زيت الزيتون. وانتم ديروا واش عندكم. اذا درتوا الزيت العادي عاودوا رجعوها فوق النار،
تغلي غير شويه برك على جال الزيت العادي، ماشي كيما زيت الزيتون. زيت الزيتون يؤكل وهو خضر، بصح الزيت العادي ما نقدروش ناكلوه هكذاك. عاودوا رجعوها فوق النار تتقلب غير تقليبه وحده وطفوا لها. هاي ليك وبنتها ولا خير من الاخرى لاصوص اللي ما نديروش فيها البصله وما نديروش فيها زروديه، ولا غير جات الريحه تاعها راهي تهبل ريحتها. هذوك الاضافات الاخرى نتوما احرار، ولا راح نديروا بيتزا، ولا راح نديروا مقارون، ولا المهم زيتو زعتر زعتر كليل الجبل، نتوما احرار نتوما احرار. هي كي ديروا لها هذيك الطوماطيش تاع البيض تجي حمراء اكثر من هكذاك، بصح يجي الطعم تاعها ماشي ما يجيش مليح يعني حقيقه. البيض تاع الطوماطيش تفسد هذه الصلصه. اذا طيبتوا بهذه الطريقه هذه ودرتوا الطوماطيش تاع الباطا، ما درتوش شريحه كيما انايا، ما تحطوش الطوماطيش تاع الباطا مع الاول، خلوها حتى ترحوها. كي ترحوها ديروا طنجره واحده اخرى، ديروا فيها الزيت وديروا فيها هذيك الطوماطيش تاع الباطا، قلوها مليح، ومن بعد تفرغوا عليها هذيك الخضره، هذيك الطوماطيش والبصل وهذوك اللي رحيناهم، عاودوا حطوهم على هذيك الطوماطيش هكذا باش تجيكم هذيك الطوماطيش بنينه وتروح لها هذيك الريحه ديالها واستعملوها. هذه هي صلصه الطوماطيش اللي درنا. هكذا تغلقوها في البلاره، تحطوها في البلاره وتغلقوها وتحطوها في فريجيدير يعني لتحتها. حبيت نقول لكم برك اذا درتوها هكذا وطيبتوها ما تحطوهاش في الكونجيلاتور. درت لكم واحد الوقت العام اللي فات مش عارفه الصلصه تاع الطوماطيش اللي نحطوها في الكونجيلاتور باش نستعملوها في رمضان، وقلت لكم لحبيتوها تجيكم مليحه ما طيبوهاش، كاينه في القناه. الا حطيتوها وهي طايبه في الكونجيلاتور كي تخرجوها تجي فيها واحد الريحه ماشي مليحه، بصح عكس كي تحطوها خضراء. ان شاء الله تعجبكم، نقول لكم بقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله ويمنعش.